أهلا وسهلا داود. سمو الأمير، رؤية 2030 العام الماضي حينما أطلقت برنامجين اللي هم برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي. يوم الأحد الماضي أطلقت 10 برامج. لماذا البداية في برنامجين والآن 10 برامج؟ بعد ما أطلقت الرؤية بعدة أشهر في رمضان الماضي أطلقت حوكمة الرؤية، ووضح فيها أيضا وضح في الرؤية نفسها أنه تنفيذ هذه الرؤية من خلال برامج الرؤية. برامج الرؤية تنقسم إلى 3 دفعات، دفعة إلى 2020 ودفعة إلى 2025 ودفعة إلى 2030. هذه البرامج التنفيذية بأهداف واضحة وبطريقة واضحة لتحقيق الرؤية. فاللي أطلق يوم الأحد الماضي اللي هي بقية برامج الرؤية إلى 2020، بحيث أنه نتفرغ بقية عام 2017 و18 و19 و20 لتحقيق هذه البرامج. أطلق برنامجين اللي هو برنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي 2020، لأنه كنا نعمل ونسابق الزمن، لا نريد أن نتأخر وفي نفس الوقت نريد أن نعمل بشكل احترافي وعالي جدا. فكان القرار المتخذ في هذاك الوقت أنه أي برنامج يكون جاهز للإطلاق يطلق مباشرة والباقي يأتي بالطريق. الآن في الأحد الماضي حددت 10 برامج إلى 2020 سوف تعمل الجهات الحكومية والجهات المختصة من خلال مجالس هذه البرامج برئاسة كل مجلس من وزراء المجلس الاقتصادي والتنمية للإعداد له في الأشهر القادمة ونتوقع إطلاقها تباعا في ال6 أشهر القادمة. برنامج التحول الوطني كان الهدف منه تطوير أداء الأجهزة الحكومية؟ صحيح، لذلك دخل فيه مؤشرات وأهداف ل 24 جهة حكومية. سوف تطلق الدفعة الثانية في الفترة القريبة والأسابيع القريبة القادمة، وسوف تضاف لها العديد من الجهات الأخرى التي لم تكن مشمولة في ال 24 جهة التي في برنامج التحول الوطني. جميل. الآن مر عام على رؤية 2030، كيف يرى سموك تأثيرها على النمو والبطالة والدخل غير النفطي؟ كيف شايفها أنت؟ أعتقد أنه حقق إنجاز كثير جدا، لا أريد أن أقول أكثر مما نتوقع، لكن الكثير من الإنجازات حققت. فلو ننظر من 50,000 قدم سوف نجد أنه نسبة العجز أقل مما يتوقعوه جميع المحللين سواء في الداخل والخارج لعام 2015 ولعام 2016 وأيضا لميزانية عام 2017. سوف نجد الإيرادات الغير نفطية تقريبا تضاعفت في هذه السنتين الماضية من 111 مليار تقريبا إلى ما يقارب 200 مليار ريال سعودي. سوف أيضا ننظر إلى أنه ضبط الميزانية أصبح أدق بكثير من ميزانية في آخر سنة ينفق أكثر منها ب 25% إلى 45% إلى ميزانية ينفق أكثر من فقط أقل من 10%. فكل هذه إنجازات على 50,000 قدم. أيضا لو ننظر إلى انخفاض أسعار النفط في الثمانينات وانخفاض أسعار النفط في التسعينات وانخفاض أسعار النفط في 2009، تأثرت المؤشرات الرئيسية الاقتصادية مثل مؤشر البطالة ازداد في هذه الانخفاضات الحادة، مؤشر التضخم ارتفع بشكل كبير جدا، مؤشر الاستثمار انخفض بشكل قوي جدا. بينما في الأزمة هذه انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جدا لم يشهده تاريخ المملكة العربية السعودية وبشكل متسارع جدا، حتى وصل إلى $27 في فترة وجيزة واستمر منخفض لمدة سنة وما يزيد على سنة. الحمد لله وبفضل الله وفضل توجيهات المقام الكريم وعمل الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين الحكوميين استطاعوا أن يحافظوا على الكثير من المؤشرات دون أن تتأثر سلبا. في البطالة تم المحافظة عليها ولم تتأثر بشكل سلبي قوي، التضخم لم يتأثر بشكل سلبي قوي مثل ما الحالات التاريخية اللي مررناها فيها في السابق، مؤشر الاستثمار لم يتأثر بشكل قوي، واستمر مؤشر النمو على الGDP صحيح أنه أقل من المعدل العالمي لكن لم ندخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي. الآن هذه البرامج سوف تطلق سوف يبدأ أثرها يبان في آخر 2017 وسوف نجد أثرها بشكل قوي جدا من عام 2018 و19 على كل هذه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. بس سمو الأمير على موضوع البطالة، يعني من أول السنة ذي مع الركود اللي حصل في السوق المحلي صار في صرف من الناس من وظائفهم.
هذه ما كيف طبعا تشوفها؟ اي عمليه اصلاح واي عمليه غربله للبلد اكيد بيكون فيها سايد افكت، اعراض جانبيه. فطبيعي جدا انه النفط ينخفض الى 27 دولار ويستمر لفتره طويله اقل من 40 دولار. هذه لها الكثير من الاعراض وتؤثر على انفاق الدوله. هذه ال10 برامج كلها فيها انفاق مختلف ما بين استثمار وما بين انفاق حكومي وما بين انفاق من القطاع الخاص. هذه بتحفز بشكل رئيسي وقوي جدا خلق الوظائف في السنوات القريبه القادمه. احنا مثل ما نعرف انه هدف الرؤية في 2030 نصل إلى بطالة 7% في المملكة العربية السعودية. بلا شك أن هذه البرامج سوف تجعلنا في رقم أفضل من الرقم اللي احنا فيه اليوم في 2020. الآن قبل فترة تم إعادة البدلات. لماذا وقفت البدلات وش اللي رجعها؟ لو نلاحظ في قرار إيقاف البدلات أنه كان مؤقت، في نفس القرار في نص يذكر أنه هذه تراجع بشكل دوري، وتم مراجعتها في الوقت المناسب بعد ما تحسنت إيراداتنا النفطية. هذا عامل. مثل ما تعرف في برنامج التوازن المالي كان عندنا 3 سيناريوهات للنفط، اللي هو السيناريو متشائم 45 دولار، والسيناريو متوسط أو أساس 50 دولار، وسيناريو متفائل 55 دولار. هذا ليس تقييم المملكة للنفط، لكن هذا كيف نرتب أوراقنا المالية مع أسعار نفط مختلفة. كنا في الربع الأول قريبين من السيناريو المتفائل اللي هو 55 دولار، أحيانا نتجاوز وأحيانا نكون أقل منه بشيء بسيط، فهذا عنصر إيجابي. العنصر الآخر الإيجابي أنه إيراداتنا الغير نفطية للربع الأول من 2017 حققنا فيها أكثر مما نتوقع أن نحققه، فهذا عنصر آخر إيجابي. فأصبح القرار لم يعد له لازم أن يستمر بهذا الشكل، فتم إعادة النظر فيه حسب ما نص عليه في أمر القرار نفسه. بينما احنا نوعز هذا انه نجاح كبير جدا للجهات المختصه في الجانب المالي والجانب الاقتصادي والاستثماري، انها استطاعت ان تنقلنا من هذه المرحله في فتره اقل من 8 اشهر. عمل جهد كبير جدا في اتفاقية النفط مع أوبك، دول أوبك ودول خارج الأوبك. هي يعني اتفاقية لأول مرة تحدث في التاريخ. دائما كنا نعرف في الماضي أن الاتفاقيات تكون اتفاقيات دول الأوبك فقط. هذه أول مرة في التاريخ اتفاق بين دول أوبك ودول خارج الأوبك، وهذا مما جعل موقفنا إيجابي جدا من ناحية عوائد الحكومة في عوائد الحكومة النفطية. أيضا الإجراءات اللي تمت في الإيرادات الغير نفطية هذه ساعدت بشكل كبير جدا. وأيضا الاستثمارات وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات التي تقع تحت صندوق الاستثمارات العامة ساعدت في جلب هذه الإيرادات التي عزت موقفنا وساهمت في اتخاذ قرار مثل هذا. المبالغ البدلات كانت إلى هذه الدرجة مؤثرة أنها توقف؟ لما تشوف سعر، يعني صار فيها أرقام طال عمرك فيه، لما تشوف سعر نفط 27 دولار ويستمر لأشهر وهو تحت 40 دولار، ما نعرف وش السيناريو الواضح للسنوات ال3 أو ال4 القادمة. ما نعرف إذا جهدنا في اتفاقية النفط سوف ينجح أو لن ينجح. ما نعرف إذا برامجنا في إيراداتنا غير نفطية سوف تنجح أو لا تنجح. ولا نعرف أنه استثماراتنا سوف تأتي وكلها في فترة قصيرة أو لا نستطيع أن نحقق أرباح تساعد ميزانية الحكومة فترة قصيرة. فما نقدر ناخذ ريسك على حساب الاقتصاد الوطني. وهذه عملت في السابق، عملت في الثمانينات إذا نتذكر، وعملت في سنة 97 إذا نتذكر. لكن الفرق بين الفترة هذه والفترات الماضية بأنه هنا أخذنا فقط أشهر بسيطة حتى عدنا إلى الخانة الطبيعية، بينما في الحالات السابقة في تاريخنا وتاريخ الدول الأخرى تأخذ سنوات حتى نعود. صح، لكن أنا أقصد حجم المبالغ كان مؤثر انه يدعمكم بلا شك. انت اذا تبغى تقفل الصنابير اللي عندك لابد انك تتخذ كل الاجراءات الى ما تتاكد ان امورك جيده، بعدين ترجع تفتحها بالشكل المناسب. طيب يعني كيف ترد انت على بعض الصحافه الغربيه اللي قال انه هذا قرار جاء بضغوط شعبيه وهذا تراجع؟ ما هو صحيح. العجز انخفض في الربع الاول 44%. هذا بحد ذاته يثبت حقيقة كلامنا. فالعجز ينخفض 44% عن اللي نتوقعه. لماذا نستمر بإجراءات تقشفية؟ طيب إذا يعني يعني أشار قرار عودة البدلات أن الخطوات المتخذة حققت تعويضا في عجز الموازنة. وش هي أبرز الأشياء اللي حققت 44 في رأيك؟ مثل ما ذكرت لك، 1 الإيرادات النفطية أهم عامل سبب رئيسي فيها اتفاقية النفط. 2 الإيرادات الغير نفطية في بعض الإجراءات اللي عملت في السنتين الماضية. 3 عوائد صندوق الاستثمارات العامة. لأول مرة صندوق الاستثمارات العامة يدخل لخزينة الدولة عشرات المليارات سنويا، هي عام 2015 وعام 2016 وإن شاء الله عام 2017 وفي ازدياد.
فهذه أهم 3 عوامل التي جعلت العجز ينخفض 44%. طال عمرك إذا انخفض سعر النفط إلى أقل من 30، طبعا ما أبغى أقاطعك، لكن احنا نتوقع أنه ما راح يكون الربع الثاني والثالث والرابع أنه العجز فيه منخفض عن التوقع 44%، لأن عدنا وأنفقنا من جديد. لكن لو رجع البترول نزل عن 30، تبي ترجعون بنرجع لنفس التقشف نسد الحزام؟ بلا شك إذا مرينا في مرحلة حرجة سوف نرجع لإجراءات تقشف، لكن اللي نعمل عليه اليوم والمبادرات الموجودة اليوم سوف تجعلنا أقوى في تلقي الصدمات. إذا رجحت مبادراتنا سوف نحتاج سعر نفط أقل من $50، فهذا جعلنا نتلقى صدمات بشكل قوي جدا دون أن نتخذ إجراءات فيها ربط حزام. بعد عودة البدلات، يعني الآن بدأوا الناس كأنهم ينظرون إلى صندوق حساب المواطن أنه يعني لن يعني يكمل. لا ما له علاقة. ما له علاقة. صندوق حساب المواطن الموحد هو لتعويض المواطن عن أي ارتفاع في أسعار الطاقة أو المياه أو ما شابهها، بحيث أنه لا يتأثر المواطن من أصحاب الدخل المتوسط وأقل، ويكون الأثر على الأجنبي أو على المواطن الغني. فاليوم احنا نبغى نعيد توجيه الدعم بحيث أنه يكون موجه بشكل مادي للمواطن، ويستطيع أن يقرر أصحاب الدخل المتوسط أو الدخل المحدود بأنه ينفق المبلغ اللي أتاه هذا في نفس الإنفاق اللي كان ينفقه في السابق، اللي هو الطاقة أو المياه أو البنزين أو غيرها من السلع، أو أنه يخفض استهلاكه وينفق هذا المبلغ في شيء آخر. الآن سجل يمكن 12 مليون تقريبا 12 مليون مواطن. المعلومات هذه بديتوا تستفيدون منها؟ صحيح. الآن نعتقد أنه اللي يستحقون الدعم أقل من 10 مليون بشوي، يقاربون ل 10 مليون توصلتوا للرقم مواطن. نعم. وتعمل الجهات المختصة لتحديد الشكل النهائي للدعم. 10 مليون عفوا، 10 مليون تشمل الفقير والمتوسط، الدخل المحدود والمتوسط. طبعا احنا نحاول نكون كرمة قدر الإمكان، ونحاول نشمل أكبر فئات ممكنة حتى لو كانت فوق المتوسط بشكل بسيط، بحيث أنه ما يكون أثر قوي على المواطن السعودي. لكن إلى الآن لم تنتهي التفاصيل النهائية في هالجانب، تعمل عليها الجهات المختصة والمفروض أن تنتهي منها خلال الأشهر القريبة القادمة. شلون تبي تتعاملون مع البطالة المستقبلية؟ في عدد عندكم الآن، احنا نتكلم عن نسب، عندكم أعداد؟ لو لاحظت في البرامج العشر اللي أطلقت، مطلوب من كل برنامج عند إعلانه في 6 شهور القادمة بأنه يقاس أثر كل برنامج على مؤشرات الاقتصاد الرئيسية، من ضمنها مؤشر البطالة. ففي هال 6 شهور كل ما يطلع برنامج تبي تشوف أثر هذا البرنامج كم على البطالة، هذا البرنامج كم بيخلق وظيفة، كم في المية بيأثر على البطالة. نتوقع أن هالبرامج بيكون أثرها قوي جدا لتخفيض نسبة البطالة، لكن ما أقدر أعطيك الأثر الحقيقي إلا وقت إعلان كل برنامج. كم تتوقع أبو سلمان الزيادة المتوقعة في الدين العام في 17 و18؟ الدين العام مثل ما أعلن في برنامج التوازن المالي لن يفوق 30%. احنا نستهدف دين عام على الGDP 30%، إلى الآن لم نصل إلى 30%. في توقعات أنه حتى في عام 2020 يكون أقل من 30%. الدين العام 30% لا يعني مشكلة. دول العالم كلها لديها debt to GDP، بعضها تصل إلى 50% وبعضها تصل إلى 60% وبعضها تصل إلى 200%، من ضمنها دول من الG20 ومن دول متقدمة في الG20. فلو ننظر للدول الكبرى، الاقتصاديات الكبرى الخمس، نجد الدين العام فيها كلها يفوق 30%. فصحي أنه يكون الاقتصاد السعودي فيه نسبة دين، معناته أنه هذا عندنا فرص وبرامج تنموية ننفق عليها أموالنا. احنا عندنا خيارين، أنه ننفق ونستمر في التنمية وفي خلق الوظائف وفي خلق الفرص وفي خلق فرص القطاع الخاص، أو نتوقف عن الإنفاق. نسبة انخفاض الدين العام لدينا بشكل بسيط جدا، هذا يعطينا ميزة نسبيا نستطيع أن نرتفع إلى المعدلات الدولية ونستمر في الإنفاق. تحدثت قبل قليل أبو سلمان عن صندوق الاستثمارات العامة، أنت كيف شايفه يعني مستقبله خلال ال3 سنوات؟ وهل سيكون استثماره داخلي ولا داخلي وخارجي؟ صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أهم ركائز رؤية 2030. عندنا عدة فرص لتنمية حجم صندوق الاستثمارات العامة. واحد، الأصول غير مستغلة، وتم إدخال أصول كثيرة جدا، يمكن بعضها تم الاطلاع عليها وتم الإعلان عليه لصندوق الاستثمارات العامة.
وهذه سوف تنعكس على حجم الصندوق وحجم قيمة الصندوق وعلى أرباح الصندوق. اثنين، سمعنا أنه بعض الاحتياطيات التي ليس في مالية الدولة في حاجة لها حولت صندوق الاستثمارات العامة 100 مليار قبل يمكن عدة أشهر ريال. أيضا هناك إعادة لهيكلة شركات صندوق الاستثمارات العامة بحيث أنه أدائها ونموها وأرباحها تكون أفضل من السابق. كل هذه سوف ترفع من حجم صندوق الاستثمارات العامة، وعلى رأس هذا يأتي طرح شركة أرامكو السعودية. أبجي على شركة أرامكو، بس طال عمرك باخذ فاصل وارجع أكمل.